رحمتك يا رب. وكأن القيامة قامت والسعودية ما بقاش ليها أثر، والناس بتعلق وتقول كل ده بسبب الحفلات والغنى اللي بيحصل هناك. تعالوا نقول لكم إيه الحكاية. في الوقت اللي السعودية بتعلن فيه عن أكبر حفلاتها، واللي من المتوقع إنها تجمع بين نجوم كتيرة جدا في الوطن العربي، حصل شيء غير متوقع بالمرة رغم الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، وإننا نعتبر في نص فصل الصيف. بس الطقس في السعودية ليه رأي تاني، والاضطرابات الجوية قوية جدا بعد ما هجمت عاصفة شديدة مكة امبارح، ومن وقتها كانت السبب في اقتلاع اللوحات الإعلانية في الشوارع والأرصفة. الموضوع موقفش عند الرياح وبس، في نفس الوقت كانت العاصفة محملة بالأتربة، وبعدها بساعات الأمطار نزلت بشكل مستمر وشديد، ولحد دلوقتي ما وقفتش. وزاد عليها إنه كمان السما نزلت تلج في شوية من المناطق، يعني صيف شتاء ربيع خريف في نفس الوقت. مصور سعودي حب يوثق اللحظة، وأول لما تم الإعلان إن العاصفة هتمتد لمحافظات تانية، جهز طيارة دارن علشان تلتقط الصورة بشكل أوضح. لكن وصفه للمشهد كان مهيب، وقال إن العاصفة كأنها بلعت الشمس، وإنه لولا إنه عارف إنها عاصفة وتقلبات جوية كان قال إنها القيامة بتقوم. تعليقات الناس كانت غريبة جدا على الموضوع ده، وقالوا إن اللي بيحصل ده غضب من ربنا بسبب الحفلات والأغاني والانفتاح اللي بقت السعودية فيه الأرض الطاهرة، وبدل ما كانت دولة بتدعي للتقوى والإيمان بقت دولة بتدعي للحفلات والرقص. رغم إن النوع ده من العواصف بيكون موجود في بلاد الخليج، هو في العادي بيكون في شهر 5، لكن السنة دي العواصف اتأخرت وبقت في شهر أغسطس، وكل اللي بيحصل ده ما هو إلا تقلبات كبيرة على دول الخليج بتنتهي في ظرف أيام. علشان كده في مجموعة تانية من الناس وصفت الفئة الأولى بإنهم جهلة، وإن كل اللي بيقولوه ده محاولات علشان يثيروا الرأي العام ويزرعوا الخوف في قلوب الناس. دلوقتي جه دوركم تقولوا لنا، شايفين مشاهد العاصفة فعلا تخوف لدرجة إنهم يشبهوها بيوم القيامة، ولا الموضوع مبالغ فيه؟ وليه بقت كل لما تحصل حاجة في السعودية يقولوا ده غضب من ربنا؟ شاركونا برأيكم.